المسألة الرابعة، وهي هذه الأحاديث الآن التي فيها فيأخذ كل عظم ما أخذه، وفي الحديث الآخر حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وهكذا إطالة القيام في الاعتدال. هل المراد به الاطمئنان كما ذكرنا الآن أن هذا الدليل على الاطمئنان، أم هناك فائدة أخرى وهي الضم؟ وهي الضم. إيش الضم؟ أن تضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، تضعهما كما تضعهما في بعد تكبيرة الإحرام، إما تأخذ الشمال باليمين قبضة، أو تضع اليد على الكف والرسغ والساعد، أو تضعها على الساعد بعد الرفع من الركوع. هل هذه الأحاديث فيها دليل على الاطمئنان وفائدة أخرى وهي الضم بعد الركوع؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه تفيد نعم فائدة أخرى وهي الضم، فتضع يدك اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، واستدلوا بهذه الأحاديث فيأخذ كل عظم ما أخذه حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فهذا فيه طول القيام، وفيه أيضا يعني ماذا الاعتدال، يعني فيه طول الاعتدال، فهو قيام مثل القيام الذي قبل الركوع. عندنا قيام قبل الركوع هو ركن في الفرض، وهكذا هذا قيام بعد إيش؟ بعد الركوع. فكما أننا وضعنا أيدينا اليمنى، كما أننا وضعنا الأيمان على الشمائل في القيام قبل الركوع، فنضع كذلك الأيمان على الشمائل بعد الركوع، لأن الجامع أن كلاهما إيش؟ قيام، كلاهما قيام. لكن الجمهور من أهل العلم كما ذكر ذلك بعض أهل العلم على الإرسال بعد الركوع. الجمهور من أهل العلم على الإرسال بعد الركوع. إيش الإرسال؟ تضع يديك يعني مرسلة، لا تضمهما، تضع يديك مرسلة. إيش حجة الجمهور؟ أنه لم يأتي نص عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، مع كثرة من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء الذين وصفوا، كلهم الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون الضم متى؟ قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ قبل الركوع كانوا يذكرون الضم، وضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع. أما بعد الركوع فلم يأتي عن أحد من الصحابة أنهم ذكروا أنه كان يضم، فلأجل هذا الجمهور قالوا ماذا؟ يرسل إيش؟ يرسل يديه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل هل يضم بعد الركوع أو لا، قال أرجو أن يكون الأمر واسعا، فمن أرسل نعم فله ذلك، وهو قول الجمهور. ومن ضم فلا ينكر عليه، ومن ضم بعد الركوع فلا ينكر عليه.